السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله مكي من مكة المكرمة. الآن أنا في شارع الهجرة، وأنا شايف بعد الحج شارع الهجرة ما في يعني حجاج، وما في يعني الجو اللي نحن متعودين عليه، يعني زحمة الحجاج ما عاد في زحمة الحجاج. سبحان الله. شوفوا، إذا نشوف من هنا هذا شارع الهجرة، وإلين نهاية شارع الهجرة ما في زحمة حجاج. وعلى ذي الجهة الله أكبر، شوفوا المحلات فاضية، أصحاب المحلات جالسين، يعني ما فيش حجاج. هذا وضع شارع الهجرة بعد الحج، ولسه في حجاج. شايفين هذولا؟ هذه حاجيات من نيجيريا أو حاجة زي كذا، وفي من بعض الدول لسه باقي حجاج، لكن الزحمة خفت. وكمان 4 أيام 5 أيام هذولا كلهم حيخرجوا، وتبدأ العمرة، يبدأ موسم العمرة. بعد كذا يبدأوا يجوا الحجاج في هذه المناطق. شايفين كيف المنطقة الأمامية هذه كلها شارع الهجرة كله فاضي. الله أكبر كبيرة. دحين من هنا حاخرج على جهة شارع إبراهيم الخليل، ونشوف شارع إبراهيم الخليل إيش وضعه. بس أنا شايف هنا في أعمال ممكن لحافلات مكة. شوفوا بيسووا مواقف على ما تجد. شايفين كيف هذه أتوقع إنها إيش، مواقف باصات وأعمال. ما شاء الله تبارك الله، الله يجزيهم خير. الدولة ما شاء الله ما بتقصر، هذا كله لأجل راحة الحجاج. الله أكبر كبيرة. نتجه منا على جهة شارع إبراهيم الخليل ونشوف وضع شارع إبراهيم الخليل إيش. وصلت في شارع إبراهيم الخليل، وحتى من هنا باين المنظر الجميل هذا. الأعمال أعمال في الطرق، وبيسووا ما شاء الله تبارك الله. حتصير هنا أكيد مظلات ومنطقة استراحة ممكن، أو منطقة انتظار. وشوفوا كيف البوكلينات شغالة. الحمد لله. ووضع شارع إبراهيم الخليل زي ما انتم شايفين ما هو مزدحم، لكن أحسن من شارع الهجرة. وضع شارع إبراهيم الخليل أحسن من شارع الهجرة. في ناس رايحين وفي ناس جايين، بس الأغلبية الآن اللي شايفهم أنا كلهم مقيمين، ما هم حجاج. الأغلبية اللي شايفهم زي كذا. نتجه على جهة الحرم ونشوف وضع الحرم كيف. حاطلع من هنا من هذا الدرج وأوصل ساحات الحرم اللي هي خلف حمامات رقم 6. شوفوا أنا كده وصلت الساحة، والساحة هذه بجوار فندق الله يدين اسمه أبراج مكة، اللي كان أبراج هيلتون. شوفوا كيف هذه ساحات الحرم ما شاء الله تبارك الله. وما في زحمة حجاج في هذا الصحن. والحجاج اللي أنا شايفهم الأغلبية فيهم شكلهم من نيجيريا أو من نيجر، يعني من إفريقيا. أخواننا وأحبابنا من إفريقيا ما شاء الله تبارك الله. هذول حجاج بيت الله الحرام. شوفوا هذول ما شاء الله تبارك الله. والله نحن نحبهم، أهل مكة يحبوا الحجاج ما شاء الله تبارك الله. ودحين كذا حنتجه من هنا على جهة باب الملك فهد. أمامي باب الملك فهد، فإن شاء الله أوصل على جهة باب الملك فهد وأشوف فين أؤدي صلاة العشاء بإذن الله. قدمت إلين ساحات باب الملك فهد. شوفوا هذا ما شاء الله تبارك الله باب الملك فهد ما شاء الله تبارك الله. وهذا هو وضع باب الملك فهد أو ساحات باب الملك فهد. العموم ممنوع الدخول لغير المحرمين، فأنا أصلي العشاء بإذن الله. أحاول إني أطلع السطح فوق وأصلي، أعدي صلاة العشاء فوق السطح إن شاء الله. فأشوف من فين أقدر أدخل، أحاول أدخل من هنا وأطلع فوق. أيوة دحين من هنا حروح على جهة باب 84
باب 84 بإذن الله، 83 84، وحاطلع السطح من نفس هذه البوابة بإذن الله. شوفوا كيف الجو بارد، ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر كبيرة، يا أحلى جو. أجواء مكة الحلوة، أجواء الحرم الحلوة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وارفعه الدرجة الرفيعة من الجنة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أذن العشاء وأنا وصلت هنا في مكان يبان من هنا. شوفوا هذه القبعة، هذه قبعة من 3 قبعات اللي هي فوق باب الملك فهد. إذا شوفوا تحت القبعة هذه هذول كلهم لابسين ثياب وملابس عادية، شايفين كيف؟ أشمغة، ملابس عادية، ثياب. وهذول ما يقدروا يخرجوا من هذه الحيطة خلاص، يعني يصلوا هنا في الحرم القديم ويخرجوا من هنا. أما القبعة الثانية ذيك، شايفين القبعة الثانية؟ تحت القبعة الثانية شوفوا كيف كلهم محرمين، والسبب إنهم هذول كلهم داخلين من باب الملك فهد، ومن باب الملك فهد ما يدخل أحد إلا إذا كان محرم. ما شاء الله تبارك الله. فدحين أنا أتجه من هنا على جهة القبلة. أولا أنا كنت ناوي إني أصلي في السطح، كنت أحسب إنه الدور الأول هذا يكون مقفل، لكن أنا شايف في مجال يعني بعد الأذان كمان مفتوح ما شاء الله تبارك الله. وحصلي إن شاء الله أمام القبلة بإذن الله، نزور الكعبة بعدين نخرج من الحرم. وصلت المطاف في الدور الأول، وزي ما انتم شايفين ما في الزحمة، الناس هنا جالسين منتظرين إقامة الصلاة. وأنا حمشي من هنا سيدة إلين الأنوار الخضراء ديك، لأنه من هناك المنظر يكون مرة حلو، باب الكعبة يبان والحطيم يبان، مقام إبراهيم، كل شيء يبين من هناك. فخلاص أصلي، أنا من عاداتي إني أصلي هناك، إذا أصلي أي صلاة أصلي هناك وأخرج من الحرم. ما شاء الله تبارك الله. كل ما أقرب من بداية الطواف كل ما لها الزحمة تزيد، بسبب كل واحد يكون له نفس يصلي في هذه المنطقة. شايفين كيف هذه المنطقة؟ هذيك اللوحة بداية الطواف، والصلاة في هذا المكان الناس يحبوا يصلوا فيه، والناس يحبوا يصلوا في هذا المكان بسبب إنه الكعبة تبان ما شاء الله تبارك الله من هنا حلوة وجميلة. الحمد لله تم أداء صلاة العشاء، وزي ما انتم شايفين الناس بيصلوا السنن والوتر، وأنا لسه ما صليت. أنا حصلي إن شاء الله الآن. وإذا نشوف المطاف ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف هذا صحن المطاف. صحن المطاف هو كذا ما شاء الله تبارك الله. بعد
الحجاج بعد ما راح الحجاج كمان ما شاء الله الزحمة ما هي قليلة. وعلى هنا إذا نشوف هذا الحجر الأسود، شوفوا الزحمة على الحجر الأسود والزحمة على الملتزم ما شاء الله تبارك الله. وعلى هنا إذا نشوف هذا الركن اليماني. بعد كده إذا نشوف على يميننا هنا هذا الحطيم، وعلى هذه الجهة هنا مقام إبراهيم. وما شاء الله تبارك الله الطواف مليان، المطاف مليان بحجاج بيت الله الحرام ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله تم أداء صلاة العشاء وزرنا الكعبة المشرفة، ودحين متجه من هنا لخارج الحرم. هخرج من هنا إن شاء الله على خارج الحرم ونشوف وضع خارج الحرم كيف. بعد كذا نتجه على شارع إبراهيم الخليل وامشي على جهة سيارتي واتوكل على الله. هخرج من هنا من جهة باب أجياد. الباب هذا فوق باب الملك فهد. الطلعة حننزل يعني النزلة من هنا ونخرج على جهة ساحات الحرم اللي هي على جهة باب الملك عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم افتح لي أبواب فضلك. خرجنا من الحرم الحمد لله والشكر لله. دحين حنتجه كده أسفل منك، آخذ يمين وأروح على جهة شارع إبراهيم الخليل من هناك. وهذا هو شوفوا المنظر اللي هو خارج باب الملك عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله. شايفين كيف؟ شايفين الدرج هذا يروح على جهة مواقف السيارات، لكن الآن مقفل ما حد ينزل من هنا. وهذه هي ساحات الحرم. الله أكبر كبيرة. وباب الملك عبد العزيز شوفوا ما شاء الله مفتوح، اللي داخلين واللي خارجين كلهم محرمين، يعني حتى باب الملك عبد العزيز ما يدخلوا فيه إلا المحرمين. وعلى ذيك الجهة إذا نشوف هذا هو منظر باب الملك فهد. شايفين الجهة ذيك أمام باب الملك فهد، أمام دار التوحيد وشركة مكة. وأنا حاروح من هنا من هذا الطريق على جهة شارع إبراهيم الخليل. وصلت بين أبراج البيت وشركة مكة. هذا الخط يطلعكم سيدة على جهة شارع الهجرة وشارع إبراهيم الخليل. إذا تخرجوا من باب الملك عبد العزيز يكون تقريبا أمامكم نفس هذا المخرج. وانتم ماشيين على شارع الهجرة حتلاقوا يمينكم بن داود. أول حاجة شوفوا بن داود، جنب بن داود في درعة للعطور، صيدلية زهرة الروضة، حنين، تسجيلات حنين والنهدي. وبعد كذا عندكم البيك، يعني تقدروا تاخذوا من هنا البيك، وبعد البيك عندكم الطازج كمان. يعني دحين على هذا الخط عندكم البيك، الطازج، بن داود، وعلى هذه الجهة ماك. شايف كيف؟ هنا في ماكدونالد. يعني لما تخرجوا من الحرم ممكن تحصلوا الأشياء هذه كلها، اللي تشتهوه تاكلوه على كيفه ما شاء الله تبارك الله. من نفس هذا الخط إذا تخرجوا هتخرج زي كده في حواجز. بعد الحواجز هنا في مخرج، نخرج من هنا برا وعلى شارع إبراهيم الخليل. شوفوا هذا هو شارع إبراهيم الخليل، هذا اللي شايفينه تحت سوق الخليل. هذا شارع إبراهيم الخليل، السيارات هذه على جهة شارع إبراهيم الخليل، وشارع الهجرة هو على هذه الجهة. يعني هذه المظلات على جهة شارع الهجرة، وعلى هناك هو شارع الهجرة. الآن أنا ما بين شارع إبراهيم الخليل وشارع الهجرة. المنطقة هذه الفاضية كانت منطقة فنادق، لكن خلاص أزالوا الفنادق هذه كلها عشان توسعة الحرم. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله دحين ساحة كذا. الحمد لله مشينا على شارع إبراهيم الخليل وشارع الهجرة، بعدين ادينا صلاة العشاء في الحرم وخرجنا من الحرم. والآن أنا ثاني مرة وصلت على شارع إبراهيم الخليل والهجرة. فإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو،
نشوفكم على خير، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. بيننا لقاء آخر، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.